السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. في الفيديو ده إن شاء الله هنراجع تمارين الواجب الخاصة بالدرس الثالث في فرع الجبر، وهو تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية، واللي قلنا إن هو بيتوقف على المميز ب تربيع ناقص 4 ألف ب. أول سؤال عندي هنا بيقول لي س تربيع ناقص س زائد الخمسة. لما نيجي نعوض هنا الب قيمتها بسالب واحد يبقى تربيعها واحد، ناقص 4 في ألف اللي هي بواحد في ج اللي هي 5، بقت واحد ناقص 20 يدينا سالب 19. لو بصيت على المعاملات هنا أعداد حقيقية، بالتالي هيكون مركبان مترافقان اللي هي الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده المعادلة س تربيع ناقص 3 ت س ناقص 2 بيساوي صفر يكونان. طبعا انت لو بصيت هنا خلاص انا كده عرفت ان هما مش هيكونوا حقيقيان، هيكونوا مركبان. بس مركبان مترافقان ولا غير مترافقان؟ طبعا ما دام الاعداد داخل منهم جزء تخيلي يبقى على طول وانت مغمض مركبان غير مترافقان. عايز تتاكد؟ ب تربيع عندك هتكون سالب 3 ت، لما تيجي تربعها يبقى ت 9 ت تربيع، ناقص 4 في 1 في ج اللي هي ب سالب 2. فعندك هنا سالب 9 وسالب في سالب بموجب، 4 في 2 هيبقى 8، فالإجابة بتاعتك هتكون سالب 1. فهما كده عددان مركبان، لكن المعاملات أعداد غير حقيقية، عشان كده خدنا مركبان غير مترافقان. السؤال اللي بعده س تربيع ناقص 6 س زائد 9. طبعا ديت بمجرد النظر معروفة إنها مربع كامل، والمربع الكامل بيكون حقيقيان متساويان اللي هي الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده س تربيع زائد س ناقص 6 بتساوي صفر. برضه ممكن نقدر نحلها بمجرد النظر. عددين حاصل ضربهم 6، الفرق ما بينهم 1، هما 2 في 3، فبالتالي عددان حقيقيان مختلفان. فالسؤال رقم 3 والسؤال رقم 4 ممكن أحلهم بمجرد النظر من غير ما أحتاج المميز. السؤال رقم 5 يكون جذر المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد ك بتساوي صفر متساويان إذا كانت. كلمة متساويان احنا اتفقنا امتى؟ لما يكون ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي صفر. تعال يلا كده نعوض. ب تربيع اللي هنا 16 ناقص 4 في 1 في ك، يبقى أنا عندي هنا 16 ناقص 4 ك بتساوي صفر، يبقى كده 4 ك بتساوي 16، يبقى قيمة الكاف ب4 اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده يكون جذر المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد م حقيقيان مختلفان. نقول له حقيقيان مختلفان لما كان المميز أكبر من الصفر. يبقى هنا 4 ناقص 4 في أ اللي هي بواحد في ج اللي هي م، يبقى هنا 4 ناقص 4 م أكبر من الصفر، يبقى سالب 4 م أكبر من سالب 4. قلنا ملحوظة مهمة جدا، عند الاسم على سالب بغير علامة المتباينة، يبقى كده بقت معناها إن م أصغر من الواحد، يبقى هنا م أصغر من الواحد اللي الإجابة رقم ب. السؤال رقم 7 يكون جذر المعادلة لام س تربيع ناقص 12 س زائد 9 مركبان غير حقيقيان. نقول له ما فيهاش أي مشكلة، مركبان غير حقيقيان لما كان المميز أصغر من الصفر. ب تربيع سالب 12 تربيعها 144 ناقص 4 في لام في ج اللي هي 9، يا 144 ناقص 36 لام أصغر من الصفر، يبقى سالب 36 لام أصغر من سالب 144. عند الاسم على سالب بغير علامة المتباينة، يبقى أنا عندي دلوقتي لما أجي أغير علامة المتباينة فهيبقى لام أكبر من الأربعة اللي هو الاختيار رقم أ.
السؤال اللي بعده، عدد حلول المعادلة 2 س تربيع ناقص 6 س بتساوي 5. خلي بالك قال لك ايه في ح. خلي بالك من صيغة السؤال دي كويس جدا. طب انا دلوقتي معرفش اصلا المميز نوعه ايه، فانا عندي المعادلة عشان ترتبها الاول لازم تدخل الخمسة الناحية التانية بعكس الاشارة. لما اجي اطبق المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج، يبقى انا عندي هنا 36 ناقص 4 في 2 في سالب 5. سالب في سالب يبقى ده كده موجب. 4 في 2 ب 8 في 5 يدينا 40. يبقى هنا الناتج هيدينا 76 موجب، يبقى عددان حقيقيان مختلفان، يبقى عدد الحلول في ح تساوي 2. طب تعالى نشوف اللي بعده. اللي بعده انا ممكن احلها بمجرد النظر لانها قدامي باينه انها مربع كامل. ازاي يا مستر المساله ديت مربع كامل؟ نقول له لو انت جيت تبص هنا هتلاقي ايه؟ عدد 5 لو ضربتها في الاثنين، وطبعا هنا الجذر ديت بواحد س، هلاقي ان هو طلع لي 10 س، يعني ده مربع كامل، والمربع الكامل عدد حلوله بيساوي 1. السؤال رقم 8 انت برضه ممكن تحلها بطريقه غير مباشره. هتقول لي ازاي يا مستر؟ هقول لك فاكر لما احنا كنا بتمسك اللي هنا الب تربيع ده، لو انت جيت تبص ضربت الاثنين في الخمسه هتلاقي طالع معاك 10. فالطالب لو كان ناسي القانون العام ممكن يروح يستخدم، ناسي مميز، ممكن يروح يستخدم القانون العام، لان انت ما عندكش عددين حاصل ضربهم 10 الفرق ما بينهم 6، فبالتالي بتروح للقانون العام ده لو انت ناسي شكل المميز، وممكن تعملها بالآلة الحاسبة يطلع معاك كم عدد الحلول. ولو انت ناسي استخدام الآلة الحاسبة، انا بضغط على زرار المود، نرجع بس الآلة الحاسبة الاول نتأكد ان كل حاجة تمام. مود EQN، اختيار رقم المعادلة رقم 3، بدخل البيانات بتاعتي اهو. يطلع 3 جذر 19 على الاثنين، و3 ناقص جذر 19 على الاثنين. يعني في حالة لو انت ناسي شكل مميز، ناسي الطريقة اصلا، ممكن استخدم الآلة الحاسبة اعرف هيطلع معايا كام حل. السؤال اللي بعده، عدد حلول المعادلة س تربيع زائد 25 بتساوي 0 في ح. خلي بالك في ح، انت طبعا هنقول س تربيع بتساوي سالب 25. الجذر التربيعي لعدد سالب في ح ملوش، يبقى هنا بتساوي 0. يا مستر انت لسه قايل لنا انها موجب وسالب 5 ت، تمام، ده في الاعداد المركبه، لكن في السؤال هنا طالب في ح، فلازم تقرا السؤال لغايه الاخر. المعادله ا س تربيع زائد ب س زائد ج، بيقول لك جذرها حقيقيان متساويان اذا كان، من عندي المميز د تربيع ناقص 4 ا ج المفروض بيساوي 0. طب انا لو خدت ب تربيع لوحدها في طرف، يبقى ده يروح الناحية التانية بعكس الإشارة، بقى 4 أ ج، اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده، المعادلة اللي قدامي ديت عايز يكون حقيقيان مختلفان إذا كان المميز، طبعا المسألة تعويض مباشر، د تربيع ناقص 4 أ ج ده اللي هو قانون المميز، ويكون حقيقيان مختلفان يبقى أكبر من الصفر. يكون جذر المعادلة 2 س تربيع ناقص 4 س زائد م بتساوي صفر غير حقيقيان. ما دام قال لك غير حقيقيان يبقى المقصود بيهم ان هم مركبان. يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. الب هنا اللي هي 16، ب تربيع 16 ناقص 4 في 2 في م، يبقى 16 ناقص 8 م أصغر من الصفر، يبقى 8 م بإشارة سالب أصغر من سالب 16. عند القسمة على سالب لازم أغير علامة المتباينة، يبقى م أكبر من الاتنين اللي هو الاختيار ده. نفس المثال بس بيقول لك لو هما بقى حقيقيان، خلاص اللي فوق كانت اكبر فاكيد اللي تحت هتكون اصغر، لان نفس المساله بنفس الارقام، بس هنا كان غير حقيقيان وهنا حقيقيان. فلما كنا قلنا غير حقيقيان كنا عايزينها اصغر من الصفر، هنا لما يكون حقيقيان هنقول اكبر من الصفر، فلما نيجي نقسم على سالب هنغير علامه المتباينه تبقى اصغر. السؤال اللي بعده بيقول لك يكون جذر المعادله م س تربيع ناقص 4 س زائد 1 مركبان لو م تنتمي لايه؟
مركبان يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. الب تربيع ده كده 16 ناقص 4 أ اللي هي بم في ج اللي هي عندي بواحد، يبقى سالب 4 م أصغر من سالب 16. عند الاسم على سالب بغير علامة المتباينة يبقى م أكبر من الأربعة. طبعا مفيش هنا علامة يساوي، مادام مفيش هنا علامة يساوي يبقى ساعتها هنا هقول له من أول 4 مفتوحة إلى ما لا نهاية اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده س تربيع ناقص م س بلا غير حقيقيان، نقول له ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. الب هنا اللي هي م تربيع ناقص 4 أ اللي هي بواحد ج اللي هي بواحد. يبقى أنا عندي م تربيع ناقص 4 المفروض تكون أصغر من الصفر. م تربيع ناقص 4 المفروض تكون قيمتها أصغر من الصفر. طب أنا دلوقتي يا مستر هختار من فين لفين؟ تعالى بقى نخلي بالك من الحتة دي كويس. أنت دلوقتي م تربيع ناقص 4 أصغر من الصفر، لما تيجي تعمل لها عملية تحليل فأنت عندك موجب أو سالب 2 هما اللي يدوا المسألة بالصفر. موجب وسالب 2 هما اللي يدوا المسألة يساوي صفر، يعني أنا كده لا هاخد معايا الاتنين ولا هاخد معايا السالب 2. لو جيت تعوض بعدد اكبر من الاثنين زي مثلا 3 بقت 9 ناقص 4، فبقت هنا طبعا 9 ناقص 4 5، 5 مش اصغر من الصفر. ولو عوضت بسالب 3 فهيديك 9 ناقص برضو 4 هيديك برضو الناتج 5. يبقى انا ما ينفعش اجيب عدد اكبر من الاثنين ولا عدد اصغر من سالب 2، فهيكون الاجابه بتاعتي ب اللي هي من 2 الى سالب 2 فتره مفتوحه. وهناخد ده في اخر وحده، اخر درس خالص في الوحده، بحاجه اسمها بحث اشاره الداله، اعرف الاشاره موجب ولا سالب ولا بتساوي الصفر. لكن هنا كانت معتمده على التجريب، والسؤال ده مهم جدا. سؤال رقم 17 والاخير في اختر، بيقول لي ب س تربيع زائد ج س زائد أ جذراها يكون حقيقيان متساويان. طب خلي بالك بقى من الترتيب، المعادله اساسا جايه لك ب س تربيع زائد ج س زائد الألف بتساوي صفر. يعني أنا هنا كده معناها إيه؟ أنا كده معناها إن الب عندي هنا بتمثل الألف، الجيم هنا بتمثل الب، الألف هنا اللي بتمثل الجيم. فلما أجي أقول ب تربيع يبقى المقصود بيها هنا اللي هي جيم ناقص 4 ألف اللي هي ب، جيم اللي هي بالنسبة لي هنا ألف. بيقول لي متساويان يبقى بيساوي الصفر، يبقى ج تربيع ناقص 4 ب ألف اللي هي هنا 4 ألف ب الاختيار رقم ب. نخلي بالنا من ترتيب الرموز اللي هو كاتبها هنا، حب يلخبطك. طبعا طلبه كتير لو مش واخده بالها هتروح تقول ب تربيع ناقص 4 أ ج، بقت المساله كلها. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا حدد نوع الجذور لكل من المعادلات الاتيه. اول واحده طبعا التطبيق كله ب تربيع ناقص 4 أ ج. نمسك رقم واحد، ب تربيع يبقى هنا كده 16 ناقص 4 في 1 في 5، يبقى 16 ناقص 20 يدينا سالب 4. كده هنا حقيقي، هنا اسف غير، ده كده مركبان غير حقيقيان. اللي بعده ال 12 تربعها 144 ناقص 4 في 4 في 9، ده كده 144 ناقص هنا 16 في 9 144، يبقى هنا بيساوي صفر، يبقى هنا حقيقيان متساويان. السؤال اللي بعده س تربيع ناقص 7 س زائد 10، يبقى هنا ب تربيع هتبقى 49 ناقص 4 في 1 في 10، يبقى 49 ناقص 40 بيساوي 9، يبقى ده هنا حقيقيان
مختلفان. السؤال اللي بعده، سالب هيبقى هنا 16 ناقص 4 في 3 في ج اللي هي عندي هنا بسالب 16. ان هنا بمجرد النظر ان هيبقى سالب في سالب وموجب من غير ما تحسب، يعني بقت المسألة كأنها 16 زائد 4 في 3 في 16. خلاص الناتج ده كده هيطلع بالموجب، يبقى هنا حقيقيان من غير ما طبعا ما تحسبها مختلفان، الناتج غصب عنك هيكون اكبر من الصفر. السؤال اللي بعده، عايز قيمة كاف اول واحدة اللي بتجعل المعادلة دي متساويان، يعني ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي صفر. يبقى ب تربيع اللي هو 36 ناقص 4 في 3 في ك، يبقى 36 ناقص 12 ك بيساوي صفر. يبقى أنا عندي هنا 12 ك بتساوي 36، تبقى قيمة الكاف تساوي 3. السؤال اللي بعده، س تربيع ناقص 2 س زائد ك عايز حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان يبقى أنا عندي هنا الأربعة اللي هي ب تربيع ناقص 4 أ اللي هي بواحد في ج اللي هي ك أكبر من الصفر. يبقى 4 ناقص 4 ك أكبر من الصفر، يبقى سالب 4 ك أكبر من سالب 4. عند القسمة على سالب لازم أغير علامة المتباينة، يبقى ك أصغر من الواحد. يعني إيه ك أصغر من الواحد؟ يعني من سالب ما لا نهاية إلى الواحد فترة مفتوحة. آخر سؤال معانا في الواجب، ك س تربيع ناقص 8 س زائد 16 بتساوي صفر، عايز إن هما يكونوا مركبان. يعني معناها إن ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. ب تربيع هنا يبقى ال 64 ناقص 4 في ك في 16 أصغر من الصفر. يبقى 64 ناقص 64 ك أصغر من الصفر، يبقى سالب 64 ك أصغر من سالب 64. عند القسمة على سالب بغير علامة المتباينة، تبقى ك أكبر من الواحد. يعني معناها إن ك بتنتمي من الفترة المفتوحة 1 إلى ما لا نهاية. بكده نكون خلصنا تمارين واجب الدرس الثالث. نلقاكم إن شاء الله في فيديو